يا ابوي امي يقطع العيال وخلفتها حاجه مرار. يا مين؟ عمك مسعود. تعال يا عم مسعود اتفضل تعال. السلام عليكم. وعليكم السلام. امال جاي منين؟ إيه؟ والله كنا من نقطع شويه خيار وقلت الود مكلمني هوسني يا راجل. مالك ومال الخيار انت يا عم مسعود؟ مالك ومال الخيار؟ هو ازرع بطاطس زي البطاطس ناجح. لا الخيار لا انت مش دريان في الدنيا ولا البطاطس مالهاش سعر دلوقتي يا تغيير. بس شاد السنه اللي فاتت زرعها بس خربت بس السنه دي ما هنزرع لها هزرع ايه؟ لا انا زرع خيار والخيار نافع السنه دي؟ لا نافع والحمد لله، بس يحوش عنه السجعه وهينفع باذن الله. انا ابني كلمني امال يقول شوف لي بنت تغيان، شوف لي بنت تغيان. ايه يا اخويا عندك بنت حلوه كده. وشافها فين؟ والله هو زي ما انت عارف الشباب اليمن دول. كلمها؟ ما وقف معاها؟ يا عم اهدى علي. دلوقتي هو جيلنا غير جيل دلوقتي يا تغيان. امال ايه؟ جيل زمان غير دلوقتي. جيل زمان كان الواحد يروح يخطبها ما يشوفهاش. ايوه غير في الاوضه عندي بالظبط وتبقى مغمبشه كده. طلعت حلوه ليك بطيخه مكفوله يا تغيان. انت يمكن جيلك حلو شويه. انا جيلي عمك حلو. مسعود خدها بس الحمد لله مرات عمك مسعود سنفطيه الحمد لله. طب تمام يا عم. صراحه البطيخه طلعت حمراء. طب لا انا طلعت ايه؟ يعني من دعلت بس ماشي الحال والله. احمد وتغيان اهم حاجه هدوان السر يا مسعود. طيب ماشي. طب انا لما اقول لك انا احمد ربنا ليه؟ ده دلوقتي الدنيا مشوشه وغالي، يعني لو ضاعت منك مرتك هتحوس. يا انت عيل فاكر ايه اللي جاب الضيعان يا اخي انت ما جايش غير عاوز تشردني انا والعيال. لا مش مشرد. قول بعد الشر. اقول لك قول بعد الشر. بعد الشر احنا نريد لك الخير. المهم قول يا سيدي. المهم دلوقتي الويد طالب ايد البنت. هتديها لنا ولا ايه رايك انت؟ طب انت من دول بنت تغيان؟ هو انت قبل ما تتكلم وقبل ما تيجي سأل يا اخي ادينا وتخ نفوسنا، يعني ادينا خلاص تاخدها ببلاش. مش انا بكلمك ببلاش. امال ايه؟ ما انت سالت وما سالتش ليه؟ ايوه سالت في الاول. اسال ما معروف يا تغيان. انت ما تخليناش نتكلم. لا امال لما تتكلم ايه اللي جابك انت عندي؟ اللي جابنا حب الويد للبنت، وزي ما انت عارف محدش متجوز دلوقتي غصب عن جوز ابوه ولا امه. انا ان كان عليه ما بنت عمه خير يا عم، خالته خير وبنت عمته، بس هو قال لك بص يا بنت دغيان انا ما اعرفهاش يا بلاش. ده بنتنا مهرها غالي عشان تحط في بالك لحسن ما تكون دي الدهب غالي يا تغيان خليك حنين. ده ابو العروسه وابو العريس ده من ناحيه وده من ناحيه عشان يساعدوا مع بعض عشان يجوزوهم عشان يقوموا اسره. يعني ابو العروسه برضه بيشيل. ماشي. انا اللي اعرف المطبخ عليكم. على مين يا تغيان؟ انت مش في الدنيا ولا انت مصلحه اول جيستك هي البنت الكبيره ولا في اكبر منها ولا لا هي الكبيره اللي طب يبقى ما تعرفش حاجه. ايوه ما تعرفش يا تغيان. طب عرفني انت. هعرفك. احنا علينا الشقه. ايوه ماشي. والدهب. وبعدين ده عارف الدهب بكام دلوقتي؟ ده ما حدش ده الشباب كلها مش لاقيه تتجوز، بس انا ربنا كرمنا ومنا حوش. ممحر الشقه ومش هطول اشطفها لك هنا. انت ما تتريق هو عم تتريق. امال هو قال بقى عندنا لا ممحرها بنتها له ولا لسه اشطفها له؟ ما انا برضه عاوز اعرف. هتعرف. اول حاجه المطبخ على ابو العروس ماشي. وجميع انا اعرف السفره بس. سفره؟ ايوه على العروس. ده انت باين عليك مش هتنفع معانا يا تغيان. ايه يا عمي اسال جميع الادوات العفش بتاع الشقه على العروس. امها مجهزاها. طب امال على طول ما عشان بس ما انت ممكن تكون جاي طمعان وتقول لي ده مش طمعان. انا اجيب لها حته ثلاجه وبوتاجاز واربع شوك عشان ما تروحش والله الناس قالت لي وانا ما صدقت.
قال ده انت رايح لواحد معفن. 4 شهور. 4 شهور ايه؟ شهور. خلي ربنا كرمهم وجابوا 7 8 عيال. ابو يجيبوا هم، مالكش دعوه انت بالعيال. وثلاث معالق. وثلاث معالق. ايوه. انت ماسك على دقه زمان. وثلاث تصحن وحلتين. ليه؟ يمشي معاك؟ لا ما يمشيش. خلاص يبقى بص، شوف لك بنت بعد عنها. يا عم دي حاجه شرف لبنتك دي يا تغيان. يبقى مالكش دعوه بالشرف ومالكش دعوه بالعرض. على العموم يا تغيان انا جيت لك. هو حد يطلب واحده في الغياب؟ مش في مخروب يا اخي. يا عم مش الغيط دي غيط شحتها ولا بتاعتك يا تغيان. وكل حاجه يكتبوا في ورق. ليه؟ جايمه يعني. كل حاجه يكتبوا في يا ورق. عم ما اختلفناش. وانت بتتولد. عايز الأصول ما تزعل. الأصول. انت بتتولد. امضي. ايوه انت بتتولد. لو جابت 3 معالق لو لقيتهم معلقتين احاسب. ليه انت بس 3 شوك 4 شوك ولقيتهم 3 شوك احاسب. نهار اسود وزلحان. عشان بس نكون ايه؟ الثلاث تصح وحلتين، عشان حله هتسلق فيها لحمه وحله هتطبخ فيها التقليه والبصله وكده. هتعوز ايه؟ انت دكه زمان دكه زمان. رغم ما سنك صغير انت اول عروسه اتجوزت اهو. اعمل ايه؟ ده انا خلاص اجر لها جاموسه تاخدها معاك. لا ما انت قال انا جبت له الشق. طب مش شطبها له ولا شطبها له؟ طيب ماشي يا تغيان نتقابل باذن الله اذا كان في نصيب. ماشي يا عم. السلام عليكم. يلا عليكم السلام يا عم. شرفت. الله يسلمك. انت جاي تناقر فينا يا اخي؟ هي ناقصه قال ام ابوك. ده انا يا رب الجوز دي متم، يا رب الجوز دي متم، عشان ده راجل عقدي وراجل ما حبوش خالص على فكره.